هذا اخر كاس عالم توقع يلعبه ميسي مع الارجنتين. على حسب شنو النتائج راح تكون. اي بس عمره 30 سنه، وين شو تتوقع انت ميسي ياخذ كاس العالم؟ الارجنتين عندها كل الامكانيات انها تقدر تحقق البطوله، يعني انت قاعد تتكلم عن نجوم الدوريات الكبيره موجودين مع المنتخب الارجنتيني. اذا لما تشوف لاعب مثل ايكاردي ومستدعى في المنتخب، فالارجنتين عندها هيغوين، ديبالا، اغويرو، ميسي، منتخب دائما يدش اي بطوله مرشح، فما بالك حاليا ويا ميسي. لكن بشكل عام انا اتوقع ان المنتخب الارجنتيني راح يقدم بطوله زينه، لكن كبطل كاس العالم ما اشوف. تستبعد؟ ما اشوف. حتى على مستوى اختيار سامباولي، خصوصا نتكلم على ايكاردي، ما تلاحظ ان بعض الاحيان انت كمدرب تروح تناقش مع يعني طلعت اخبار ان ايكاردي ايضا تكلم ان ميسي ما يحبني او انه هو سبب استبعادي من كاس العالم. انا بالنسبه لي ان المدرب لا حق انه يوم يقعد مع كابتن الفريق او قائد الفريق سواء واحد او اثنين ويتكلم معاه حول مشاكل الفريق، ويبدا يتناقش معاهم حول منو اللاعب اللي ممكن يعكر جو غرفه الملابس او يعكر جو معسكر المنتخب نفسه. فاستبعاد ايكاردي ما اتوقع انه يكون فني بقدر ما انه هو على مستوى الشخصي، على مستوى مشاكله مع اللاعبين، على مستوى تاثيره على بعض اللاعبين، يعني ممكن انه يعمل انقسام في غرفه الملابس. انا اتوقع هذا سبب رئيسي في استبعاد ايكاردي. انك تناقش كابتن الفريق هذا امر طبيعي، لكن القرار دائما يكون لك كمدرب. انت تقيم اللاعب، تقيم سلوكياته، تقيم اداءه في الملعب، وانت تاخذ القرار. مستحيل حتى لو كان كابتن الفريق ياثر. طبعا انا ما افضل النوعيه هذه من المدربين اللي حتى بقراراته يشرك كابتن الفريق. صحيح ممكن في نقاشات بينك وبينه، يعني خاصه اللاعب النجم مثل ميسي، يعني اكيد فيها السؤال، ترتاح تكون ويا بالملعب ويا منو؟ ترتاح تكون وين في الملعب؟ والله هذا يمكن ان ايكاردي خاف انه يحط ايكاردي على الدكه ويسبب له مشاكل سواء من الدكه او حتى يصير في ضغط صحفي على ان ايكاردي لازم يشارك. انا بالنسبه لي ضد قرار سامباولي. طبعا هو ادرى بالمنتخب واقرب للمنتخب واستدعى ايكاردي، لكن بالنهايه انا ضد هالقرار، وضد القرار اذا كان بالمشاركه مع ميسي نفس ما قال ايكاردي. طبعا هذه بوجهه نظري تقلل من قيمه المدرب. انت شو تشوف؟ الارجنتين وين راح يكون؟ والله شوف الارجنتين كمجموعه يمكن هو نوعا ما هو البرازيل يعني خدمتهم القرعه، فاتوقع ان يوصلون دور الثمانيه، دور 16، دور الاربعه على حسب الخصوم اللي راح يواجهونه. من الخصوم راح يواجهونه؟ اذا واجهوا المانيا، اذا واجهوا اسبانيا او واجهوا فرنسا، فاتوقع راح يكون خصوم صعب عليهم في الادوار اللي راح تكون 16 و8. دور الاربعه والنهائي هذه تفاصيل صغيره يمكن يعني تفصل فيها. والتمني شنو؟ التمني والله انا ميسي لاعب احبه، يعني ميسي شوف هذا يمكن انا قلتها في اكثر من مكان، ان كاس العالم ما راح يزيد او ينقص من ميسي، يظل ميسي لاعب من لاعبين السطوه ومن اللاعبين اللي يخلدون في التاريخ. يعني اذا ذكرنا افضل 5 لاعبين على مستوى التاريخ راح يكون ميسي واحد من اللاعبين او من اعظم اللاعبين. فانا اتوقع كاس عالم بعيد شوي عن الارجنتين. اتفق وياك. اشوفك على خير.